عشان تحمي نفسك من السرقه. بص، انت اللي بتضحي، انت اللي بتعرض نفسك للسرقه. انت لما تيجي تسيب شقتك بحكم خبرتي ما تسيبش قفل على الباب والنور مطفي، انت بتثبت ان مفيش حد جوه. الحرامي لما بيشوف قفل بيفرح، بيكسر بقلب. سيب اللنده منوره من داخل الباب قدام الباب، وسيب التلفزيون مفتوح. طالما الراديو مفتوح الحرامي بيسمع صوت بيمشي. لما تكون مثلا داخل بنك او خارج بنك، حتى لو بنك صرافه، واخد بالك انت، اي حد يسالك اي سؤال اعمل نفسك اخرس وما تردش عليه، بيدخلوك في متاهات. لما تكون ماشي بعربيتك اي حد يخبطك من ورا ما تحطش في دماغك ان حادثه، بيبقى معاهم تبع، تقفل عربيتك وتاخد المفتاح في ايدك قبل ما تنزل. لما تكون ماشي في طريقك اي حد يحتك بيك، مفيش حد النهارده تايه، كله عارف كل حاجه، بيدخلك في متاهات. لو انت طالع من بنك او داخل من بنك يقول لك ولع لي سيجاره، طب شارع احمد عربي فين، مش عارف ايه، لا ما تردش على حد. لما تكون ماشي بعربيتك ما تسيبش برضه اي ازاز مفتوح، واحد بيكلمك من الناحيه دي واحد بيسالك من الناحيه الثانيه. لو في مثلا حد خبطك في كتفك من ورا ويقول لك امسح، ده هو اللي رامي لك البسكوت بالشوكولاته عشان ايه؟ عامل نفسه بيساعدك، لو هو بيقلبك بالطريقه، كان معايا في السجن.